ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطاير جميله جدا، هشه وخفيفه وطعمها حلو قوي وريحتها جميله جدا، كمان شكلها حلو زي ما احنا شايفينها كده. هنعمل كده فطاير التفاح جميله جدا وطعمها حلو قوي، مناسبه جدا في الفطار كده وفي اللانش بوكس. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض، ويا ريت اللي بيشوف القناه لاول مره ولسه ما اشتركش معانا يشترك عشان القناه تكبر بيكم، ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو. عشان نحضر الفطاير جبت بولة كده ونزلت بيه كوباية من الحليب الدافي. هبدأ بقى انزل على الحليب اللي ضفناه ده كده، معلقة كبيرة من الخميرة او باكت من الخميرة زي ده، وكمان 4 معالق من السكر. هدوبهم مع بعض كده لغاية ما السكر والخميرة يدوبوا مع بعض كده والسكر يدوب ويختلطوا مع بعض. كمان ضفت كده بيضة، وهضيف باكت كده من الفانيليا او ممكن نقطة من الفانيليا السايلة. هضيف كمان 4 معالق من الزيت، وهقلب بقى المكونات دي كده مع بعض كويس قوي لغاية ما يختلطوا كويس. هنا بقى معايا نص كيلو من الدقيق، ضفت عليه كده رشة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض كده كويس. وهنزل بالدقيق والملح والبيكنج باودر على المكونات السائلة اللي ضفناها، وهقلبهم مع بعض كده بقى. وهبدأ ان انا اخدهم اعجنهم كده مع بعض كويس اوي. عجينة سهلة وجميلة جدا ومكوناتها حلوة قوي، وكمان عجينة خفيفة جدا كده وريحتها حلوة قوي وطعمها ممتاز جدا. هقلب بقى المكونات دي كده وهاخدها اعجنها مع بعضها كده كويس قوي لغاية ما تكون العجينة معانا ناعمة وجميلة جدا كده وسهلة في التشكيل. هنا عجنت العجينة وبقت معايا بالشكل ده، طرية جدا زي ما احنا شايفينها بالشكل ده كده. هجيب هنا معلقة من الزبدة وهبدأ اضيفها للعجينة، وهقلب او ان انا هخلط الزبدة مع العجين كده لغاية ما العجينة تشرب الزبدة دي وتختلط معاه كده كويس قوي. بتعطي ريحة حلوة قوي للعجينة، كمان بتخليها طرية كده، وكمان طعم حلو، بتديلها طعم حلو كده. قلبت كده الزبدة مع العجينة لغاية ما العجينة شربت معلقة الزبدة اللي ضفناها كده، وهتكون معانا بالشكل ده. وهنا معانا العجينة طرية وجميلة جدا. هغطيها كده واحطها في مكان دافي لغاية ما تخمر معانا. هنا بقى هبدأ ان احنا نحضر للحشوة. جبت كده 3 تفاحات، اي نوع تفاح عندك تقدري تستعمليه. وهاخد التفاح ده هقشره بالشكل ده كده، اشيل قلب التفاح بقى. وهبدأ ان انا اجيب كده مبشرة وابدأ ان انا ابشر التفاح ده لقطع، يعني يعني بالجهة اللي هي اللي بتكون واسعة شوية كده. ممكن كمان نقطعه بالسكينة، مش لازم نبشره. بعد ما بشرت التفاح جبت ليمونة كده وعصرتها عليه عشان لونه ما يغيرش معايا بالشكل ده كده. هنا بقى حطيت التفاح في طاسة على النار، وضفت عليه كده معلقتين من الزبدة، وهقلب الزبدة مع التفاح بالشكل ده كده. حطيت عليهم كده 3 معالق من السكر، يعني كل تفاحة كده معلقة من السكر. وهنا كمان ضفت كده معلقة صغيرة من القرفة، بتعطي طعم وريحة حلوة قوي كده. ممكن كمان نضيف رشة كده من جوز الطيب، بتعطي طعم جميل جدا وريحة حلوة قوي كمان مع التفاح والقرفة كده. لو حابة انك تضيفها تقدر تضيفيها. هنا كده معايا المكونات اختلطت والتفاح بدأ يستوي معايا كده. جبت معلقة كبيرة من النشا ودوبتها في ربع كوباية من المية، وقلبتهم كده مع بعض وضفتهم على التفاح. بتشرب اي سوائل في التفاح كده، وبتخلي يعني بتربط الخلطة كده، ما بتخليش ينزل مية في الفطاير واحنا بنحشيها كده. هنا بقى كانت معايا العجينة خمرت، قطعتها لجزئين كده، وهبدأ اخد اول جزء منها. يعني بعد ما قطعتها كده هسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق كمان، وهبدأ ان انا اشكلها بقى. هنا بعد ما العجينة ارتاحت معايا هاخد اول جزء كده وهبدأ ان انا افرده. تقدر تفرديه جزء واحد لو الرخامة عندك كبيرة كده، يعني مش لازم انك تقسمها لنصين، ممكن تعملها جزء واحد وتقطعيها عادي لفطاير. هبدأ بقى افرد اول جزء معايا بالشكل ده كده بنشابة او بايدينا. العجينة معانا طرية وناعمة، ممكن لو مفيش نشابة نفردها بايدينا عادي جدا، هتكون سهلة معانا في الفرد. هنا فردت العجينة وبقت معايا بالشكل ده كده. نفردها بسمك يعني 1 سنتي كده عشان لسه هتخمر معانا، ويعني
هنشكل الفطاير ولسه هتخمر معانا. هنا بعد ما شكلت الفطاير هبدأ ان انا اسوي شكلها كده، عايزينها تكون على شكل مربع كده. خدت الاطراف بقى وهبدأ ان انا اسوي العجين بالشكل ده كده، وهناخد العجين ده تاني وهنبدأ ان احنا نشكله، يعني هنسيبه يخمر تاني وهنشكله تاني لفطاير. هنسوي بس العجينة كده عشان شكل الفطاير يكون معانا متساوي بالشكل ده كده. هنا بعد ما بقت مربعة معايا بالشكل ده هبدأ اقطعها بالطول وبالعرض كده بالشكل ده عشان نبدأ ان احنا نشكل الفطاير. هنا جبت سكينة بقى وهبدأ ان انا اعمل فتحات كده عشان تعطي شكل حلو للفطاير اللي معانا بالشكل ده كده. هنعمل في يعني فتحات بنفس الطريقة كده في الناحيتين قصاد بعض، هتكون معانا بالشكل ده. هنبدأ بقى نجيب من الحشوة اللي احنا عملناها. طبعا الحشوة حطيناها في بولة وسبناها بردت خالص، ما لغاية يعني ضروري جدا ان احنا نسيبها تبرد. ما ينفعش ان احنا نحطها في الفطاير وهي سخنة عشان ما تدوبش معانا العجينة والعجينة تتهري معانا. جبت شوكة بقى وهبدأ اقفل كده جوانب الفطاير بالشكل ده كده، ونضغط قوي عشان الفطاير تكون يعني ما تفتحش معانا لما ندخلها الفرن، وكمان يكون شكلها حلو. الشوكة هتطلع شكوى حلوة، هتطلع شكل حلو كده. هعمل بقى كل الفطاير بنفس الشكل. هنبدأ نعمل فتحات في يعني فتحات كده في الناحيتين قصاد بعض، ونجيب الحشوة ونقفل عليها بالشكل ده كده. نبعد الحشوة عن طرف العجين ونبدأ ان احنا نقفل كده بالشوكة برضو، وهنبدأ ان احنا نضغط على الجوانب كده ونقفلها كويس قوي عشان ما تفتحش معانا. هنكمل بقى كل كمية الفطاير اللي معانا بنفس الطريقة، ما بتاخدش وقت خالص، سهلة جدا وبتاخد شكل حلو. فطاير جميلة وعجينتها حلوة قوي وريحتها جميلة جدا، مكوناتها يعني مخلية ريحتها وطعمها حلو قوي. يعني العجينة من غير اي حشو فيها طعمها حلو جدا، ممكن ان احنا ناكلها كده من غير اي حشو. وكمية الحشوة اللي احنا عملناها دي 3 تفاحات، يعني كانوا مناسبين جدا وكفوا كل الفطاير اللي معانا. يعني نص كيلو دي اللي معانا كفى الفطاير اللي عملناها دي كلها. طبعا الفطاير ريحتها جميلة جدا، ريحة القرفة مع التفاح كده والسكر لما تكرمل عطلها لون جميل جدا وطعم حلو قوي. هنا كده معايا الفطاير سبتها لغاية ما خمرت حوالي ربع ساعة كده، خمرت تاني. وجبت هنا صفار بيضة وعليهم معلقتين من الحليب ورشة من الفانيليا كده، وبدأت ادهن الفطاير دي عشان ندخلها الفرن. كمان نقدر ان احنا نقلي الفطاير دي في زيت، لو حابين كده ان احنا نقلها في زيت ما ندخلهاش الفرن، ممكن جدا نعملها في الزيت كده. هنا شكل الفطاير بعد ما خرجت من الفرن جميله جدا وما بتاخدش وقت خالص في الفرن، ربع ساعه بالكتير وبتكون معانا بالجمال ده. شايفين جميله جدا واخدوا لون حلو قوي وطعمها وريحتها جميله جدا. فطاير جميله جدا وهشه قوي وخفيفه. شايفين الفطاير معانا تقدري تعملي بالحجم اللي انت حاباه. انا عملت كده يعني شويه من الحجم ده وشويه حجم صغير وشويه حجم كبير. جميله جدا وريحتها حلوه قوي، ريحه التفاح مع القرفه كده جميله جدا. وصفه سهله قوي وما بخدتش وقت خالص في تحضيرها، وطعمها جميل جدا، خفيفه كده زي الريشه. بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد.